دايما بنستغرب من أي حد مكمل علاقة مع شخص تاني، ونلاقي الشخص التاني ده دايما بيأذيه نفسيا وجسديا، وبيأثر على جودة حياة الشخص ده، ومع ذلك برضه مكمل في العلاقة. غريب جدا مع إننا ممكن نكون إحنا الأشخاص دي وإحنا ما نعرفش. أي علاقة في الكون بين شخص والتاني المفروض إنها بتعلي الشخص وبتخليه أحسن من الأول. وإنت لو في علاقة مع أي حد، سواء كانت صحوبية، علاقة رومانسية، بتفكر في الشخص ده دايما ومش عارف تعيش من غيره، فاعرف انك وقعت في الفخ. هنا انا مش بتكلم عن جزء في حياتك ممكن يبوظ، لا، انت ممكن تموت. وده اللي هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. كريستوفر مولتسانتي ابن عم توني سوبرانو زعيم المافيا، وكان توني واخده دايما كأنه ابنه اللي بيربيه وبيميزه عن اي حد في المافيا. مشكلة كريستوفر من الاول انه ما كانش فاهم هو فين، وكان واخد مشاهد المافيا من الافلام وعايز يعيش الدور بتاعه. كريس كان من الأول بيدور على هدفه في الحياة اللي عايز يحققه، بس للأسف كل مرة بيفشل في إنه يلاقيه، فبيروح لأبوه الروحي بتاعه توني، بيقوله إنه عايز يكتب أفلام عن المافيا وياخد قصص حقيقية ويكتبها ويعمل منها أفلام. ولكن توني قال له لأ، ورفض بشدة، وقال له هما اختيارين: إما تكمل معايا، إما تروح تشوف عايز تعمل إيه بره عننا. ولكن كريس للأسف بيكمل معاه لأنه متعلق بتوني جدا ومعتبره أبوه واللي بيحلله مشاكله، فبيضطر إنه يكمل معاه. ولكن برضه كريس دايما كان جواه فاضي للأسف، وبيدور على أي تقدير من بره يملى بيه الفراغ ده، فبيعمل حاجات كتير جدا قدام توني بيفكروا بيها كل شوية علشان توني يقوله الله عليك، برافو عليك. وده بيخليه ما يعملش حاجات حلوة لتوني بس، لا، ده بيخليه يعمل مصايب تخليه يموت. ولكن توني بينقذه في الآخر من كل موقف عشان صلة القرابة بس. الشخصية المعقدة لكريستوفر دي أنا شايفها دايما بسبب حاجة واحدة بس، ودي ممكن تكون فينا كلنا عادي، وهي الخوف من الفشل. الخوف من الفشل دايما كان محاوط كريس من كل ناحية، سواء خوفه من فشله إنه يكون رئيس عصابة وصاحب كلمة والكل يسمعها، وخوفه من الفشل في الكتابة لأفلام المافيا. وده اللي خلاه يوافق إنه يكمل مع توني، لأنه عارف حتى لو فشل في المافيا فتوني هيساعده. كريس من خلال الأفلام اللي كان بيشوفها كان بيشوف إن الشخصية الرئيسية دايما بيكون ليها نقطة تحول، وكان بيسأل هي فين النقطة بتاعت التحول بتاعي؟ أنا لسه في مكاني. ولكن توني ما بيسمحلوش بكده. توني كان كل ما يلاقيه خرج عن سيطرته وبيشوف كريس بيدور على أحلامه وأهدافه بيرجعه تاني لنقطة الصفر، إنه بيهدده إنه لو عايز كده يسيبهم وما يرجعش تاني. توني عايزه تحت إيده دايما عشان ياخده حماية ليه، عشان هو طايش وبينفذ بيه مهمات هو ما ينفعش يعملها، عشان ما يتمسكش فبيخلي كريس يعملها. كريس كل يوم على الحال ده بيكره توني جدا، ولكن مش عارف يسيبه. ولكن برضه كريس اتولد في بيئة بتستخدم العنف والتلاعب دايما. كريس كل علاقاته كانت بتبقى حاجتين: إما علاقة قوية جدا وعميقة، إما علاقة فيها عنف وضرب، زي علاقته مع صاحبته أدريانا بالظبط. كريستوفر كان دايما عايز يثبت إنه جدير بالثقة، لدرجة إنه وصل إنه ضحى بحبيبته أدريانا عشان يثبت جدارته وولاءه للعصابة. ولكن برضه توني معبروش ولا قال له أي حاجة، وبالعكس ده بعد عنه أكتر. العلاقة بين توني وكريس غريبة جدا. إزاي واحد زي توني يبين إنه بيحب كريس قوي كده وبيحميه من الموت، وفي نفس الوقت أول ما كريس بيبدأ يفوق ويبطل مخدرات وكحول، توني يعوز يرجعه تاني للشرب؟ من الواضح إن توني كان واخده عشان عايز واحد ضعيف يعتمد عليه وما يقدرش يتغلب عليه، ومش عايزه فايق عشان لو كريس فاق وبدأ يشوف الدنيا على حقيقتها مش قليل جدا إنه يقتل توني أصلا. وده اللي وضحه فعلا في الفيلم اللي كتبه أول ما بدأ يفوق، وفيها الإيد اليمين لرئيس العصابة قتل رئيس العصابة في الآخر وعزم الناس عليه، وتوني كمان. وتوني حس إن في خيانة جاية من خلال مشاهدته للفيلم ده. كريس كانت علاقته مع توني انتحار بالبطيء، ولكن للأسف اللي حصل العكس، إن توني هو اللي قتل كريس في الآخر. دراسة شخصية كريس: واحد، وهي احتياجه للتحقق دايما والتقدير، وده بنشوفه في أول المسلسل خالص. أما اللي وقف في المحل معبروش وبدأ يكلم واحد تاني دخل بعده، قام مدي طلقة في رجل الراجل، ودي من ضمن علامات برضه النرجسية. اتنين، وهي اللامبالاة. كريس كان مستعد إنه يقتل أي حد مقابل بس إنه يبقى ليه مكانة وسلطة جوه العصابة،
وده بيبان في عدد الضحايا بتوعه طول المسلسل. وهنا هنلاقيه ما بيفرقش معاه الخير والشر، أهم حاجة بيخدم مصالحه. الحاجات الكويسة في شخصية كريس إنه بيسعى دايما إنه يكون له هدف في الحياة، ولكن خد الطريق الغلط، باصص للطريق اللي هيغير له حياته ولكن بيفشل في كده. هنا بنسأل سؤال، ليه علاقة كريس برضه وتوني استمرت طول المدة دي؟ كريس عشان والده ما كانش موجود من وهو صغير، كان شايف توني هو ابوه، وكان هو المرشد بتاعه وبيقول اعمل ايه وما تعملش ايه. وتوني كان شايف ان كريس هو ابنه اللي محتاجه، لانه كان فاقد للامل في ابنه الحقيقي. كان حاسس بدور الاب فعلا لكريس، لانه كان بيسمع اي كلمة منه وينفذها. العلاقة بين الاتنين دول علاقة معقدة جدا. لو انت في علاقة مؤذية زي العلاقة دي، لازم تقف مع نفسك وتشوف احتياجاتك النفسية الأول وتبدأ تحققها لنفسك، أو تروح لثيرابي عشان تشوف الحل، لأنك بشكل غير واعي بتحرق نفسك وهتموت في الآخر.